التركي صفت هذا البيت. بالنسبة للحرب، الحرب ما أثرت بس على البنية التحتية، الحرب أثرت على الأطفال وعلى النساء وعلى كامل المجتمع. كان جوزي مسوي عملية جديد، مركب مفصل بالغامشلي. جينا بعد العملية بنهارين جينا على البيتين. كانت العالم تجي على جوزي على البيت تشوفوا يعني انه مسوي عملية. كنا مجتمعين بغرفة، صار فجأة ضرب على المنطقة على غريد خضراوي والبوبي. صار الضرب، أخوه بيعنا السيارة بكام 4 بوم، أخوه قام محرك السيارة يعني بعدها عن الشظايا. عندما لسه ينزل من السيارة ما حصل الطيارة المسيرة ضربتنا. بهالضربة هاي ما عاد نشوف شيء، يعني قبره وصار صوت بالإذان ما عاد نحس بشيء. أطلع على ابني مضروب بظهره شظية وبراسه 3 شظايا، ما أشوف غير دماية. ندحق على البرندة أطفال طفلين دماية شلون مع بيت الدنيا. وأخو جوزي تقطع عن أصابعها، وأخو جوزي انضرب كتفه تقريبا نص انشال، وبنت عمه زاد شظايا مصارينها، زاد قطع عن مصارينها، وأنا زاد شظية هنا بيدي. ايوه. كيف كان هذا الكلام؟ كان يوم سيء جدا بالنسبة للأطفال وللعالم كلها، يعني خوف ورعب شيء مو طبيعي. ماتوا طفلين صغار عمرهم واحد ب 12 وواحد ب 16. الطفل جته شظية بقلبه ومات، والبنية تقريبا تشوهت كامل، يعني شظايا عبنها تعبي وماتت. أثرت كثير على الأطفال، يعني الأطفال هسه إذا سمعوا صوت طبة أو شيء، يعني إذا خزان أو شيء فورا يحطون يدينهم على ذانهم وفورا يروحوا يركضون يفوتون جوا، يفكرون إنه ضرب. يعني مأثرت كثير على الأطفال، نفسية الأطفال والنساء ذات. هذا ابني هذا ابني 3 شظايا براسه ووحدة بظهره، يعني مو ضل عليهن شوية، والشظية اللي بظهره توصل العمود الفقري، وهذا نشي وصلنا الدماغ، بس الله ستر. لا، قال الدكتور ما يصير يعني بعملية، هو لسه طفل صغير يتليفن مع اللحم ويظل ثابته. والله نفسيته تغيرت، صار عنده خوف، عنده قلق، عنده توتر، صار عصبي من هالضربة. صرنا انه ما نزعجه، ما نخليه انه ينزعج او نتعامل معاه يعني شوي شوي، لانه صار شوي تحسين صار عنده تعقد من هالضربة، أثرت شوي على راسه. مثل يروح مع الأطفال ما يحب إنه يلعب مع الأطفال، على طول يحب إنه يضرب الأطفال وينهزم، ما يحب إنه يلعب معهم ولا يقف معهم. بعد الحرب صار معهم توتر وقلق وكل شيء، يعني أقول لك هسه وقت يسمعون صوت شيء طب أو شيء فورا يحطون إذانهم، يعني إيدينهم على إذان. شو معرفهم إنه أطفال صغار؟ بنتي هاي شفتيها شو معرفة؟ فورا تحط إيدها على ذانها وتنهزم. نتمنى إنه وقت الشعب يرجع إلى بيوته ويرمي بيوتهم، نتمنى إنه يرمم، يعني أول شيء إنه يعالج أطفالهم من وراء هالقصف اليومي يعني قصف، ما ينسوا على طول، يعني يجيبون طار الضرب ما ينسوا، حتى الآن ببالهم الضرب، مشاهد الضرب على طول يعني ببالهم، يعني نحاول إنه نبعدهم عن هالمشاهد بس ما قاعد نقدر، على طول يعني يكررون إنه الضرب ضرب وصار هيك وصار هيك وانضرب بيت هذا وانضرب بيت هذا، يعرفون كل شيء. يعني هسه وقت مثل نروح من طريق التمر يعني يدحقون على بيتي، يقول لي ماما دحق البيت هذا انضرب، جته قذيفه، البيت هذا ضربته طياره، يعني يعرفون كل شيء. هسه اطفالنا يعني لسه هم عمر صغير يعرفون شنو القذيفه وشنو الطياره، يعني اذا عدت طياره يسمعون صوت طياره يقولون هاي طياره، اذا شافوا بيت مضروب يقول هذا ضربته قذيفه، يعني صاروا يعرفون كل هالشغلات هاي. لسه هم يعني اطفال لسه هم صغار ما يعرفون هالشغلات هاي. يعني هالساعتين صارت عندهم اللعبه انه يلعبون برا، صارت اللعبه صعبه، يعني ما عاد يستاجرون يطلعون يلعبون برا، ما يعرفون هاي الساعه تجي القذيفه، هاي الساعه تجي فجاه القذيفه، لهيك الاطفال يعني ما عاد يقدرون يطلعون برا يلعبون، على طول يظلون بالبيت. من هي صارت عندهم حاله نفسيه، حتى المواهب اللي عندهم يعني صار عندهم خوف انهم يطلعون، يعني ما عاد يستاجرون انهم يطلعون برا انه يلعبون ويطلعون مواهبهم، ما عاد يقدرون. احنا نتمنى ونطالب انه توقف هالحرب والشعب يعيش بسلام ويرجع الأمن والأمان، والعالم كلها ترجع على بيوتها وتضبط بيوتها ونعيش بسلام. هذا اللي نتمنى. وجه رسالة للفاشي أردوغان إنه يطلع من أراضينا وخلى العالم تعيش بأمان وسلام ويكفي حرب. نتمنى إنه بعد الحرب
إنه يعني يصير مثل مراكز طبية أو مثل العلاج النفسي للأطفال، لأنه كثير الأطفال يعني إصابت بمرض نفسي من وراء هالضرب وهالحرب. نتمنى بهالشيء إنه الأطفال شوية تنفه شوية، وأنا أتمنى إنه يعني العلاج ما يصير مو بس للأطفال، يعني للنساء كمان، لأن النساء ذات كمان شلت يعني حالات رعب، منه رعب إنه يعني تخاف إنه تجيهم ضربة وتخاف إنه أطفالها ينضربون زادين. من هالشيء نتمنى أن العلاج للنساء وللأطفال كمان. يعني بناء المجتمع يمر من علاج النفسي، يعني إذا تعالجنا نفسيا يعني المجتمع كله راح يزبط. إنه هاي المرحلة يعني ما لها كتير سهلة لنا، بس إن شاء الله راح نتخطاها وراح تزبط الأوضاع أكثر وأكثر إن شاء الله. اسمي ريتاج عبد الباسط حياوي، عمري 10 سنين. كنا نايمين الساعة 3 بالليل، في ضرب إجانا بيت عمي بالحارة الثاني. قذيفة كبيرة حيل فاتت على بيتهم قتلتهم كلياتهم. هالمرة احنا ضلينا بالتخت ما نقدر ننزل من التخت. هالمرة أبي كشم الناموسية مشان يطلعنا وقعدنا جوا صينية الدرج. هالمرة الشظايا قامت تجينا من جوا الدرج. كنت أتذكر كنا نلعب أنا وأخواتي تحت الشجرة. هالمرة قامت تجينا الشظايا، إحنا ما كنا بنعرف منين نطلع. هالمرة حيل إجانا ابن عمتي طلعنا وصلنا على البيت، ما نقدر نجي على البيت من كثر الشظايا. رفقاتي كمان وحدة فاتت في إيدها شظية وانقتلت، ما تقدر تحرك إيدها هلا، ورجعت ثاني يوم بالبيت هذا انقتلت. مو جانا الضرب انقتلت ماتت، وهلا بالقبور يعني ما ماتت خالص. بلعب مع صديقاتي، نرجع نفس أولي نحن وميلاد خالي نلعب هيك، لازم أنا بدي.